النهار لحد اللي فات حكايتنا كانت على الخوف وعلى المشنقة. حاجة نسمع وحاجة تفكرك في حاجة. حكايتنا متاع اليوم فرد موضوع، أما قبل هاك العصر هذاك اللي حكينا عليه نهار لحد اللي فات قلنا وقتها المشنوق عند المغرب يهبطوه ويبيتوه في هاك المعصرة متاع بوسويقة، ومن غدوك يهزوا يدفنوه. وفيها العصر هذا اللي مش نحكيو عليه كان المشنوق يقعد ثم يبات في المشنقة متاعه، يعدي فيها النهار الكل وهو معلق، وكذلك الليل الكل. زمانتها كانت القاعدين، هذاك نهج القاعدين ما بين باب سويقة ورحيبة سيد الجبالي، كانت حومة الكيوف، حومة الفن. كانوا مطربات يعملوا عواديات وسهريات في ديارهم. كانت زمانتها واحدة كيف ما نقولوا شامة برسقية اللي كانت شهرت في سالف التاريخ. ليلة عندها جماعة ساهرين في الدار، بعد الكيف والفن والطرب والمدام حطوا المحط وقعدوا يحكيوا. حتى حكى واحد على فلان الفلاني قالوا مات، وما ليه دايرين بيه ويتبكاو، وهو قام قاعد في وسطهم وهربوا الكل فر فر حتى وخلوه. قالوا لبسوا شيطان. قام واحد قال انا نخاف من الميت يا خويا، ما نجمش نقرب له ولو يكون بابا. قالت هذه شامة برسقية ايش فيه بربي ما يخوف الميت بعد اللي مات، حاجة من حوايج البيت، ميدة ولا مضربة ولا فرد بنك بربي فيها ما يخوف، انا ما نخافش من الميت. واحد صدق واحد كذب. قالت ها نتخاطروا جربوني. باش مش يجربوها واحد قال تعرف اليوم عند المغرب شنقوا واحد من السويقة وها هوكا بايت معلق في المشنقة، نجم تمشيله في هالليل وتقص به الحبل. قالت نمشي. زعما يا بنتي؟ قالت نمشي. واتفقوا. كان جابت لهم طرف من الحبل اللي قصته، كل واحد قداش باش يدفع، وكان ما نجمتش نفسها اللي كلاوه وشربوه الكل ليلتها وحق العوادية وكل شيء من عندها. وخرجت هزت سكينة وكرسي باش تتعلى على خاطر المشقة عالية عليها ياسر. هي مشات فيك الظلام هذاك، وصلت للمشقة، حطت الكرسي، طلعت تشعطت في المشنوق، قصت به الحبل، طاح في القاعة. حلت له الخرطة هذيك اللي في رقبته ورجعت تجري بالفجعة. ما يمر على كل حال انسات كرسيها وسكينتها وتجري. تلقى الجماعة يستناو ورمات في وسطهم الطرف حبل ودخلت. هذا مكان من الجماعة، أما مكان من المشنوق. قال لك يا سيدي جاو شنقوه عند المغرب، وعمك حسون تعب وماذا به يروح لدارو. جات الخرطة مش في رقبته قد تقدم الفوق شوية في دقنونته، قعد معلق ودايخ. كيف قصد به الحبل طاح في القاعة وحلت في الخرطة مع النسمة ضربته والليل بارد. اعطش، تنفس، تحرك، حل عينيه يلقى نفسه مشجوع في القاعة. تفكر اللي هو مشنوق كيف مش يعمل كل شيء، يعمل لازم يهرب، لكن يهرب ويمش يهرب. البلاد مسكرة وقتها والصور داير بالبلاد والبيبان ما تتحلى في الصباح. قال على كل حال مش ندبر. قام من ثميك هزك من غير ما فطن هزك السكينة، مشات البد في الطرخانة على الفجر. تحل الباب العجوز، كبس الخشبية على راسه، هو المشنوق يلبسه الخشبية وخرج. اختيوه كيف بعد شوية على الباب تسيب على ساقيه كأنه خيالي يطوي في الأرض طويان. ومنها قالت توا يخطوا عليه هذه هي ثنية أخي ومش فيه. القاه خش تخبى فيها. كيف طاح الليل قام شد الثنية، ومن غدوك كيف
مرة يرتاح في دوار، مرة يعطيوه كسيرة خبز، مرة يطردوه. قول انت نهار الثالث ولا الرابع مغرب كهب على القواء. ها هيك السمعة متاع الجامع الكبير، وهو شاق ذراع التمار، لكن ما يكون يوصل إلا مطاح الليل وباب البلاد تسكر في وجهه. لقى نفسه في الجناح الأخضر، جبانة لا فيها لا وين يكن راسه لا وين يرقد، ما ثم إلا القبور. ايش مش يعمل؟ قعد قدام قبر، رمى يده يحس في البلل في القاعة، جاي يمس لقى القبر مازال جديد. راهو ما ثم إلا في تونس يردموا الميت والقبر ما يبنيوه إلا من غدوة وساعات بعد غدوة. في كل بلاد القبر يتبناه في وقته والناس مازالوا يعزيه. أي ما عليناش، هذه ملاحظة صغيرة للقبارة متاعنا متاع تونس. الراجل تعب نهار كامل وهو يضرب في الكارع، وما هو الدم والحم على كل حال. حط راسه على القبر وتمد باش يرقد، ماشي يجر فيه النوم ويسمع في شيء جاي من الأرض كأنه بنادم ينين. في الأول ينسي ويكذب، ومنها قال هذا بنادم لازم اللي مدفون فيها القبر. من حين وجبد هاك السكينة هذيك وبدا يخنتب ويحفر. أي يحفر ناحيها الحجرة هذه، قلع الحجرة الأخرى، عمل النقبة، الحس باقي يكثر، عروقاته شرتله وهو في خلافات من عقله، يخرج في الحجر ويجبد التراب حتى وصل للحوت. كثر العياط، جبد لاحد منهم يلقى بنادم. هاك البنادم كان يعيط سكت، وهي طفلة كيف فاقت بدأت تصيح، وكيف تحل عليها القبر داخت. طلعها مدها في القاعة، أعطاها كفوف، سخنها، فاقت. قالت يحيى من الأحيان يقتل مقتلني. كيف سبتك يا بنتي؟ قالت ما نعرفش، ايش بيا هوني؟ كنت في دارنا، انا مريضة. شو بك؟ قال لي كنت كوني. قالت ما نعرفش. قالت هكا في القبر. قالت له ما لازم دخت ويسخيروني مت دفنوني. بنت شكون انت؟ قالت بنت سفلاء. اش باش يعملوا توا؟ ليل والبيبان تاع البلاد مسكر والدنيا بدات تبرد. نحى قشابيته غطاها بيها على الكفن بتاعها، خذاها النوم رقدت. عالصباح تحل باب البلاد، قال لها هي نوصلك لداركم. وين تسكنوا؟ قالت كيما نقولوا في حومة الجامع. وين جات هذه حومة الجامع؟ قالت ما نعرفش، زمانتها نساء كانوا ما يخرجوش من الديار، وحتى اللي توقفها في راس الزنقة ما تعرفش توصل دارها. ابدا ينشد وين حومة الجامع وين حومة الجامع، وهي في جرته مهبطة تربوشة الخشبية على وجهها. اي وصلوا. قال بالله وين دارسي فلان؟ قالوا ها هيك اللي بابها محلول ويخرجوا منها في كراسي اللي بارح فيها ميت. اي قال لها زوز هاي داركم. هي دخلت والقيامة قامت وبدات هاك النساء فرفر تفجعوا هاك النساء هذوك وبداوا اعفس فيها ونعفس فيك، يسخيلوها لبسها شيطان وحلت القبر وخرجت. اي رجع لهم شاهد العقل ولا صغاريت وبوس وتعنيق وناس كانت تعزي ولا تهني، وهاك الفرادي ولات البوسه فيه بشريف وضيافات وماكل، وبالطفله قال بكذاه من الايمان اللي ما يكتب لهم الصداق على بعضهم، وعرسوا وتهنى وتهنات حتى مات ومات.